مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا بكم لقاء جديد، سهرة جديدة من سهرات الصالون العلمي. النهاردة في هذه السهرة هنتكلم عن مشكلة يعني كبيرة وبتمس كل المصريين، مشكلة الإسكان، قضية الإسكان، المشكلة والحل أو الاقتراح بحلول. طبعا قضية الإسكان قضية كبيرة. هل هي فقط يعني بتتعلق بالبناء، هي يعني قضية هندسية لها علاقة بالبناء فقط، ولا الموضوع يعني قضية تنموية كبيرة متشابكة الأوجه والزوايا والمحاور؟ الأمر يتعلق بالاقتصاد وبالتوظيف وبالسلوك وبمحاور وقضايا متعددة. تعالوا نفتح يعني هذه القضية بشكل عام، ويمكن يعني هذه القضية تستاهل مجموعة أو سلسلة من الحلقات القادمة إن شاء الله. ولكن تعالوا نرحب بضيوف الصالون: المهندس إبراهيم أبو عوف، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشعب. أهلا وسهلا يا فندم. الأستاذ الدكتور مجدي قرقر، الأستاذ بكلية التخطيط العمراني جامعة القاهرة ووكيل لجنة الإسكان بمجلس الشعب. أهلا وسهلا دكتور مجدي. والدكتور المهندس عصام الفولي، وهو عاصم الفولي، مستثمر عقاري متخصص. أهلا وسهلا دكتور، أهلا بحضرتك. أتوجه بقى نبدأ الدكتور المهندس عاصم، وأبدأ مع حضرتك. يعني هذه القضية لها أوجه وزوايا متعددة، يعني نبتدي منين الحكاية؟ يعني ارتباط قضية الإسكان بموضوع التنمية، يعني كيف ترى أهم الملامح والمحاور؟ لا، هو ارتباط قضية الإسكان بالتنمية لأنه كل القضايا بترتبط بالتنمية. احنا دولة متخلفة. لما تكون حضرتك إنسان فقير، شيء طبيعي انك مش هتلبس كويس، مش هتاكل كويس، مش هتتعلم كويس، مش هتسكن كويس. فده جزء من مظاهر مشكلة كبيرة. لما تيجي تحل المشكلة الفرعية لازم تبتدي من فوق، لانك لو حاولت انك تحل مشكلة الإسكان من غير تنمية هتجور على حاجات تانية يمكن تكون أهم من الإسكان. لو حضرتك عيان هتبيع شقتك عشان تتعالج. مش معقول الدولة تصرف على الإسكان وما تصرفش على العلاج. ده عكس الأولويات اللي عند الإنسان الطبيعي. إيه الارتباط؟ أنا ممكن أقعد أعدد لك أوجه ارتباط الحلقة كلها. المواد البناء غالية. مواد البناء غالية ليه؟ عشان الإنتاج مش كفء. الإنتاج مش كفء ليه؟ هتلاقي نفسك داير في حلقة طويلة عريضة. لكن المشكلة الأكبر عندنا إنه ما احناش بنوظف ما عندنا حتى واحنا فقراء بكفاءة. انت ممكن تستنى لما ربنا يفتح عليك ويبقى معاك فلوس عشان تجيب كل اللي نفسك فيه، لكن بمواردك المحدودة لازم تشوف ازاي تستفيد منها اقصى استفادة ممكنة. انما لو صرفت مواردك المحدودة بشكل سفيه يبقى انت بتضاعف المشكلة. احنا مش هنقدر نفكر دلوقتي قبل ما نحل مشكلة التنمية ازاي ناخد اللي احنا عايزينه، ازاي نسكن زي ما نفسنا نسكن، بس على الاقل لازم نفكر ازاي نسكن بافضل طريقة تتيح مواردنا، وفي نفس الوقت نتعلم بافضل طريقة تتيح مواردنا. فالكلام الكتير عن ان احنا عايزين كلنا نسكن سكن كويس، ما احنا عايزين نسكن سكن كويس وناكل اكل كويس ونركب عربيات حلوة، مش هنقدر. الشطارة انك تقول ايه اللي ممكن في الظروف دي وتعمله ازاي، وده التحدي اللي احنا مغروزين فيه كلنا، لانه ما ابتداش لسه. يعني احنا لما جينا نفكر دلوقتي ايه اللي المفروض نعمله في حدود مواردنا، ما لقيناش عندنا تراث نبتدي منه. كأننا بادئين من الصفر، من الهوا. انا متخصص، ده شغلي، دي دراستي، ما عندناش. لما تيجي تفكر في حلول انت عندك ثروة في العشوائيات. الناس كلها بتفكر في العشوائيات باعتبارها شيء قبيح ومطلوب ازالته ونقل الناس دي مكان تاني. طب الموارد المادية والعمالة اللي اتحطت في بناء المناطق دي هتنسفها وتنساها؟ ده تفكير الناس اغنياء، واحنا اغنياء كده عشان نفكر بالطريقة دي. لما ترجع ورا، انا ما اعرفش اخش في نوايا الناس، لكن اقدر استنتج بالعقل كده ان اللي كان بيفكر بالطريقه دي الحقيقه ما كانش شايل هم سكان العشوائيات يعيشوا احسن ازاي.
كان شايل هم الناس اللي جنب العشوائيات من اللي مش ساكنين في العشوائيات، ازاي يرتاحوا من الازعاج اللي بيسببه يكون وجود عشوائيه جنبهم. دي مش طريقه للتفكير، دي ما بتحلش مشكله. جميل. طب الحديث يعني متصل، اسمع من الدكتور مجدي يعني ايه الممكن دلوقتي، يعني ايه الممكن في ظل الظروف دي دلوقتي، يعني ننسف ونفكر خارج الصندوق ونعمل خريطة يعني جديدة لمصر، ولا نحاول نصلح في اللي موجود؟ ايه اللي ممكن يحصل دلوقتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أنطلق من الآية القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم: هو الذي استخلفكم في الأرض واستعمركم فيها. وأنا أظن أن هذه الآية هي التي خرج بها الفقيه ابن خلدون بنظريته عن العمران البشري. ابن خلدون بيظلم المدارس الغربية لما تقول أنه أبو علم الاجتماع، لكنه هو أبو علم العمران البشري، وعلم العمران البشري أوسع كثيرا من علم الاجتماع. قضية إعمار الأرض واستخلفنا في هذه الأرض، يعني ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن ننقب في هذه الأرض وأن نستخرج خيراتها لخير البشر جميعا. ولما تستعمر هذه الأرض محتاج سكن جنب هذه المنطقة التي تنميها لتسكن فيها. بل أزعم أن ولي الأمر مسؤول، وربنا سبحانه وتعالى سيسائله يوم القيامة لما لم يوفر هذا السكن. يعني حد الكفاف أو حد الكفاية، حد الكفاف 3 اتفق عليه الفقهاء المسلمين: المأكل والملبس والمسكن، وده يسأل عنهم ولي الأمر. لو أنصف الفقهاء وأعادوا النظر بحد الكفاية بيتسع إلى حد الكفاية، نضم له أيضا حق التعليم وحق العلاج وحق العمل، أي يجب أن نوفر فرصة العمل. والعمل لن ينتج. المسؤول الحالي هيلحق يعمل ده كله يعني؟ 6 حاجات لازم ال6 دول: المأكل والملبس والمسكن والتعليم والعلاج والعمل. مشكلة تتركز في إيه؟ مشكلة أن مصر محبوسة في 5% من مساحة المعمورة، وهي كانت 5 مليون، وهي 20 مليون، وهي 40 مليون مع بداية حكم مبارك لحد ما بقت 85 مليون. ما زالت محبوسة في ال 85 في ال 5%. 5% ال 85 مليون هيعملوا ايه؟ عايزين يسكنوا، مش هيلاقوا سكن، هيسكنوا في الأراضي اللي هيبنوا على الأراضي الزراعية. مش لاقيين سكن، هيروحوا على أطراف المدن وفي سفوح الجبال ويعملوا العشوائيات. بيتصرفوا. هيجوا في المناطق المتدهورة عمرانيا ويعملوا العشوائيات. إذن المدن المتورمة والوادي المتورم سيزداد تورما. لكن الحل فين؟ نحن ننطلق من الوادي الضيق، نشغل 40-50% من مساحة المعمورة، 85 مليون بدل ما هم محصورين في هذا الوادي الضيق. أرض الله واسعة، ينطلقوا في 50%. يعني حاجة ما تفرحش إن أنت تقول مثلا هنعمل 100,000 وحدة سكنية، مليون لا سكنية. يعني هذا الإسكان، قضية الإسكان هي متغير تابع لقضية التنمية. يعني الأول ألاقي شغل وطلع خير وبعدين أسكن. يعني ده الهم الأول. إنما التفكير القديم إنه السكن لا طبعا مش ممكن. يعني إنك أنت تعمل مدينة سكنية، طب الناس بتوعها يشتغلوا فين؟ يعني مثلا مدينة 15 مايو مدينة سكنية جميل. طب الناس بيشتغلوا فين؟ بيشتغلوا في قلب القاهرة. طب ما المترو بيزحم والناس رايحة جاية. مدينة أكتوبر مدينة صناعية وفيها سكنية، ده شيء ممكن يبقى مناسب. لكن عيب أنها متخمة، ما زالت في مساحة 5% اللي احنا بنتحرك فيهم. يجب أن ننطلق لآفاق أوسع. هيعملوا إيه؟ لازم ندور في مية ولا ما فيش مية عشان نستصلح أرض، في معادن ولا ما فيش معادن عشان نستخرج خيرات هذه الأرض، في طاقة ولا ما فيش طاقة عشان نعمل صناعة. وأنا أظن أن مصر دون خط الفقر المائي، وبالتالي يجب على فرصة زراعة قليلة ما هيش كبيرة. علينا أن احنا ننطلق إلى قضية الصناعة وقضية التكنولوجيا. الشعب المصري مش أقل من ماليزيا وإندونيسيا ودول شرق آسيا. شعب مصري ذكي، يستطيع أنه يشتغل في في البرمجيات وبرامج الكمبيوتر. أنا بقول للصحراء
فيها خير كتير، لكن احنا ما اديناهاش اهتمام كبير. عندنا هيئة محترمة ومعتبرة كان اسمها هيئة المساحة الجيولوجية، للأسف تم تقليص عملها وتقييدها بشكل كبير. علماء دول ما فيش عالم جيولوجي محترم. هيئة الثروة المعدنية بقى تبع وزارة البترول. وهذه الهيئة ما فيش عالم جيولوجيا محترم إلا لازم يكون فاتح على هذه الهيئة اللي يعرف كل شبر في أرض مصر، عليهم اللي هم يطوروا البحوث. عندنا مركز بحوث الصحراء. هذا كله زي ما بقول إعمالا للأمر الإلهي، الاستعمار في الأرض والتنقيب في الأرض والبحث. أنا أظن يبقى هنا لا هنقول على الأرض الزراعية ولا هيبقى عندنا عشوائيات إذا كان عندنا آفاق التنمية الواسعة. جميل. ننتقل للمهندس إبراهيم أبو عوف. يعني وإحنا يعني هذه المشكلة والقضية الكبيرة، ونتكلم عن الإرادة السياسية ودور الإرادة السياسية في حل أو وضع حلول لهذه المشكلة العويصة، مشكلة السكان أو مشكلة الإسكان في مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بنشكر لقناة المنارة المتخصصة هذه الفرصة اللي بتتيحها لنا عشان نوضح للرأي العام وجهة نظر لجنة الإسكان والمتخصصين فيما بعد ثورة 25 يناير. وأنا هبدأ من النقطة اللي بدأ بها الدكتور مجدي وانتهى إليها أيضا، إنه يعني سيدنا عمر حدد مهمة الحاكم في 3 حاجات. يعني لما بعت رسالة لأحد ولاته قال له إن الله استخلفنا على هؤلاء القوم لنسد جوعتهم، يعني أمن غذائي، لنسد جوعتهم ده أمن غذائي، ونستر عورتهم، ستر العورة مش ملبس، يعني مسكنوا ملبس، ونؤمن لهم حرفتهم، يعني أشغلوا. يا هذا إن الأيدي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملا وجدت في المعصية أعمالا، فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعاصي. فالحقيقة إن مهمة الحاكم إنه يوجد المجتمع اللي هيشتغل، يعني أوجد له فرصة العمل. فأما أوجد مكان هيبقى فيه فرصة عمل، ثم بعد ذلك أما يبقى فيه فرصة عمل أقدر أعمل المجتمع أو المسكن أو المدينة أو القرية اللي ما تبقاش ترضى لأبنائها. ده إمتى أقدر أعملها؟ إذا توفرت الإرادة السياسية. الواضح إن من سنوات طويلة والتخطيط عندنا مفقود. التخطيط في يعني التخلف اللي موجود في موضوع مجال اللي بنتكلم فيه هو التخلف الموجود في كل المجالات. التخبط اللي موجود في هذا المجال هو التخبط الموجود في كل المجالات، هو غياب الإرادة السياسية. الإرادة السياسية إذا وجدت، إحنا شعب إمكاناته عظيمة ووطن موقعه متميز، وده من ابتدائي عرفوه لنا. مناخه متميز، يعني الخامات اللي موجودة فيه مش بسيطة. لما سيدنا يوسف يعني قال لحاكم مصر اجعلنا على خزائن الأرض، ما قالوش خزائن مصر ولا خزائن الشرق الأوسط، خزائن الأرض، فكل الخيرات موجودة هنا. أما يبقى بلاد كثرت فيها الزلازل والبراكين والإعصارات ودرجة الحرارة في الظل فوق 50 أو 20 تحت الصفر، وسبقتنا كل هذه الدول اللي عوامل عدم الاستقرار موجودة فيها. احنا عندنا عوامل الاستقرار متوفرة، وعندنا شعب هو خير أجناد الأرض، وده اللي احنا اتعلمناه وعرفناه. طب فين بقى الخلل؟ فين؟ إذا كان عندك إمكانيات مادية وإمكانيات بشرية وموقع كذا ومناخ يساعد، وإيه اللي خلينا نتخلف؟ هو غياب الإرادة السياسية. التخطيط كان مبني عندنا على خوف الحاكم من شعبه وقهر الحاكم لشعبه. خوفه من شعبه كان بيخليه يبقى التفكير الأمني هو المسيطر عليه. كنا بنرى إن الوظائف العليا ما هيش من حق إلا اللي راضي عنه الحاكم. كنا بنجد، أنا مش عايز أبعد، خلينا في مجال الإسكان، مجال تخطيط المدن. المحاور اللي موجودة في القاهرة كلها طولية ليسهل السيطرة على هذه المدينة. ليه اللي يخلي القاهرة بهذا التكدس؟ ايه اللي يخلي مدننا بهذا التكدس؟ ليه ما ننطلقش للوادي للرحاب الواسعة في مصر؟ ليه نتحشر في 5% أو 4% من أرض مصر؟ مع أن أرضنا
فيها الامكانات اللي توجد فيها المجتمع الامن المنتج. بس ممكن حد يسأل ويقول لك طب احنا يعني المرافق بقى والبنية التحتية، الكهرباء والمية، هل ممكن يعني ما هيبقى فيهم صعوبة يعني عشان نوصل؟ هو احنا يعني لازم ابدا بالمرافق ديت والبنيه التحتيه قبل. اسهل حاجه ان نعمل منشأ، اسهل حاجه ان نعمل مبنى. اللي ما كانوش يعني لا درسوا ولا اتعلموا كان بيعمل بيت دور او دورين او ثلاثه ببساطه وسهوله ويسر. لكن انا المفروض فعلا زي ما حضرتك بتقول كده اسبق باسباب الاستقرار اللي تخلي المكان جاذب لابنائه مش طارد لسكانه. يعني لازم ابقى بحقق له الامن، بعمل له نقطه شرطه او مركز شرطه او اسم شرطه، بجهز له مدرسه، بجهز له نادي، بجهز منتزهات، بجهز طرق، بجهز ميه وصرف صحي وغاز وكهرباء وخلافه. ثم اذا كانت البنيه الاساسيه دي البنيه التحتيه دي موجوده، اعمل بعد كده المنشآت. الامكانيات الماديه موجوده، بدليل ان الارقام اللي بنتكلم فيها الان، الارقام اللي هربت، الكلام اللي ظهر لنا بعد الثوره واللي اتكلمنا فيه قبل الثوره، الارقام اللي كانت موجوده في الصناديق الخاصه. احنا تقدمنا في الدوره السابقه بحوالي 20 مقترح لمعالجه ازمه البطاله وازمه الدين المحلي والدين الاجنبي وعجز الموازنه والكلام ده. ومن واقع الورق اللي كان بين ايدينا، من ورق يوسف بطرس غالي وورق جوده المطر، ما هوش جبنا من دماغنا ولا كان كلامنا، وكان يكفي ويغطي ويفيد. فالامكانيات اذا وجدت الايدي الامينه فالامكانيات موجوده. الامكانيات موجوده والاراده السياسيه توفرت، المساله في سهوله. وشعب مصر شعب سخي، وفي نفس الوقت هو شعب بيرضي بقليله، يعني اقل شيء بيرضيه. واذا وجد اللي يحنوا عليه هيبدع وهينتج وهيصنع وهيعمل كل حاجه. فموضوع لا يمكن ان احنا نعالج قضيه الاسكان بعيد عن قضايا الامه الاساسيه، قضايا الشعب كلها، بدءا من حاكم عادل، حكومه فعاله لا حكومه قواله. احنا كنا بنتعرض لاقوال وعروض كثيره وكلام خطط، يعني ولا شك ان عندنا علماء افاضل وعندنا قامات عظيمه اذا اخذت فرصتها اعتقد انها تحل كل مشاكلنا. الاسكان مشكلته كبيره جدا، اولها عدم وجود تخطيط. انا ما بخططش ابدا. ليه ما يبقاش ده التخطيط الصحيح هيعمل، يعني هيبقى فيه تنميه بشريه وتنميه عمرانيه وتنميه اقتصاديه. لما انتقل للرحاب الواسعه، طب ما هو احنا كنا بنسالهم اذا كان الكلام اللي قاله الدكتور خالد عوده والكلام اللي قاله فاروق الباز والكلام اللي بنسمعه العلماء دول، جاوبونا هؤلاء بيقولوا كلام من نسج خيالهم ولا هي حقائق علميه؟ اذا كانت حقائق علميه طب تعالوا بقى نستثمر ما عندهم، واذا كان الكلام مش كده طب ما نقعد مع بعض ونشوف. في دكاتره مختلفين وبيقولوا الكلام ده مش علمي، يعني بيختلفوا مع الدكتور عوده. احنا طالبنا ان الناس تقعد مع بعضها وتتحاور مع بعضها، واحنا الحقيقه هي اللي يعني زي ما بيقولوا مربط للفرس. نعرف اذا كانت حقيقه علميه. ده احنا لما اتكلموا على عندنا في الدقهليه المنصوره الجديده اللي عايزين ينشئوها في على شاطئ البحر المتوسط عند جمصة، انا طرحت سؤال وطلبت طلب مناقشه عامه في الدوره اللي فاتت. قلت اذا كانوا الكلام يعني بيقولوا ان المحيط المتجمد الجليد بينصهر وبترتفع منسوب الميه، وان ممكن اجزاء من الدلتا تختفي من ضمنها الجزء اللي احنا عايشين فيه، فازاي تعملوا المنصوره الجديده في مكان اذا كان الكلام صحيح؟ اذا كانت تمام. فانا سالت يوميها وما حدش جاوبني. قلت لهم هل هذه حقيقه علميه ان ميه البحر بترتفع وان اجزاء من الدلتا تختفي؟ اذا كانت حقيقه قولوا انتوا عملتوا ايه؟ في مدن موجوده تحت البحر، تحت منسوب ميه البحر من قديم، ما ده حقيقه علميه موجوده. طيب الكلام اللي بيتقال الايام دي اذا كان كلام شائعات وكلام ماهوش مظبوط، طمنوا شعب مصر، عشان لما اروح احجز في المنصوره الجديده ابقى بحجز وانا عارف ان دي للابناء والاحفاد هتظل موجوده. اما اذا كانت ممكن الارض الماء ترتفع ان شاء الله 50 سم هتستحل الحياه، ولا يعني نعمل زي انا رحت ماليزيا وسنغافوره والاماكن دي والتقيت الناس هناك بتسرق التربه من بعضهم، يعني مراكب ضخمه بتسرق التراب. ليه؟ علشان
يقدر يعلي منسوب الارض عنده علشان الميه، لانهم عايشين في جزر عشان ما توصلوش الميه، او بيعمل حواجز على الشواطئ بتاعته. فهل احنا بنعمل حاجات زي كده؟ الامور يعني مترابطه. جميل. طب عايز انتقل للدكتور مجدي، ويعني كده نحدد بشكل علمي ونقول يعني دلوقتي عندنا مشكله الاسكان، ايه عناصر، ايه اهم عناصر يعني قضيه الاسكان في مصر؟ هذا سؤال طيب. يعني حقيقي بعد ما تحددنا المشكلة الأكبر وهي قضية المخطط العمراني لمصر، ننتقل هم أظن حوالي 10 عناصر. يعني ممكن طبعا يضاف ليهم يعني أو دمج بعضهم في بعض. العنصر الأول هو قضية الأرض، وده مرتبط بشكل كبير بقضية الخروج من الوادي الضيق إلى الآفاق الأرحب. القضية الثانية هي قضية المرافق، واللي تفضل بها المهندس إبراهيم. والقضية الثالثة أنا هقول إجمالا وهعلق على نقطة المرافق بعد كده. القضية الثالثة هي مواد البناء، العنصر الثالث مواد البناء. ثم تكنولوجيا البناء المستخدم. وإذا كنا المرافق يجب أن ترتبط بطبيعة الموقع والمحليات، أيضا مواد البناء المستخدمة يجب أن ترتبط أيضا بالموقع والمحل. يعني ما ينفعش أن أنا أبني بالخرسانة والأسمنت والحديد في الصحراء، ما ينفعش ان انا ابني بالطوب الاحمر في الوادي الجديد، وهم عندهم حاجه اسمها الارشيف بتتاخد من الارض. عنصر خطير. انت بتخلي يعني تروح تبني في الصحراء وبتدي للشاب شقه 50 متر عشان مواد البناء، مواد صديقه للبيئه. وهم عارفين بيتعاملوا مع الخامات ديت، فبالتالي ما هيش غريبه عليهم. لما ياخدها ويحطها في البناء بيحس ان هو لسه عايش في الطبيعه. وبيبقى في نوع من التكييف والتهوية والتدفئة، كله البيئة. ما هي ده عمارة الفقراء اللي بيتكلموا عنها دي، هم اللي بيستخدموها دلوقتي الأغنياء في الشاليهات والقرى السياحية. يعني بالعكس. طبعا كل عنصر من دول زي ما قال الدكتور عاصم عايز له حلقة لوحده. التكنولوجيات البناء المستخدمة ايضا برضه التكنولوجيا مش محتاج اوناش وابراج، وانا بشتغل في الصحراء مش عايز يعني محطات الخلط الخرسانه وانا في الصحراء. يعني تفرق كتير. وانماط البناء المستخدمه، انت دي تكنولوجيات البناء، دي انماط البناء. انت بتبني اسكان متميز فاخر ولا اسكان اقتصادي واسكان شعبي، على حسب المنطقه وعلى حسب توجهك وعلى حسب توجه الدوله في التنميه. وبالعكس انت ممكن تاخد قرارات لمرحله معينه ان انا هركز جهدي في هذا النمط من الانماط لانه بسد عجز معين في هذا النمط من انماط الاسكان. النمره 6 هي قضيه العماله والتدريب وشركات المقاولات، خاصة بعد ما يعني العمالة انهارت في السبعينات، لأن بعد حرب أكتوبر 73 وظهور دول النفط وهجرة المصريين ابتدوا يخرجوا من الوادي ويروحوا لدول النفط، كل العمالة الفنية الماهرة وبقت يعني مهنة البناء هي مهنة من لا عمل له. أي واحد يدعي أنه هو بقى سباك، يدعي أنه بقى حداد مسلح، أنه بقى نجار، فبقى طبعا انهارت. وعشان كده نلاقي البيوت الجديدة بتقع لأن الناس مش محترفة وبيستخدموا مواد ناهيك عن الغش والفساد وغيره. نمرة 7 طبعا بيطلب ده كمان الإشراف والرقابة، سواء على الطرق سواء على المباني السكنية. نمرة 8 الصيانة، يعني وخاصة المباني القديمة. يعني إذا كانت المباني الجديدة بتقع علشان الغش والتدليس وعدم الخبرة، المباني القديمة بتقع لأن الملاك ما بياخدوش الأجر المناسب، وبالتالي ما بيلتفتوش إلى الصيانة وبيتمنوا إن البيت يقع علشان يبقى وبالتالي تقع ديت نتيجة عدم الصيانة. ده عنصر هام أيضا هو نمرة 8 الصيانة. ثم قضية التمويل، ثم التشريع نمرة 10. التشريع يعني احنا القانون 119 اللي صدر من سنة ولا من سنتين، المهندس إبراهيم كان أيامها عضو في مجلس وفي لجنة الإسكان، محتاج إعادة نظر. ثم عندنا حاجتين العلاقة بالملك المستأجر سيئة جدا. في العقارات القديمة
ظلم بين على أصحاب العقارات. في العقارات الجديدة ظلم بين على الشباب اللي عايز يتملك ومطلوب منه يجهز 200,000 و300,000. أنا بربط الكلام ده كله إن إحنا لازم نرتبط بالبيئة وبالأرض. يعني لو أنا جيت على سبيل المثال للمرافق تحديدا، الطرق لازم نمد طرق، وللمناطق التنمية إذا كانت هتبعد 300 و400 كيلو عشان ما يتكررش ما حدث، وإن المجتمعات العمرانية الجديدة تلتحم ببعضها البعض. لكن نيجي على مية الشرب، أنا مش مطلوب مني إن أنا أنقل مياه شرب من النيل للمناطق ديت، أنا لازم أدور على المياه الجوفية أشوفها ولا لأ. طب ما عنديش مياه جوفية وأنا قريب من البحر، يبقى خلاص إن أنا هستغل الطاقة اللي عندي تحلية المياه، وان انا ازرع. يعني شوف، يبقى انت بتعمل سايكل، تاخد ميه البحر وتاخد الطاقه بتاع الشمس وتعمل تحليه للمياه وتزرع بس ايه التفكير التكاملي ده اللي باصص لكل الزوايا؟ هل ده امر قابل للتطبيق او التنفيذ؟ يعني الافكار دي افكار باصه في ما سابتش حاجه. ده مش كده بس، تعالى للصرف. انا ما تقوليش اعمل لي مرافق عشان اعمل مدينه. انا بقى في حاجه في الصرف في المدن، في المناطق غير الحضريه، انا بعمل صرف غير تقليدي، مش الصرف التقليدي بتاع الشبكات وكده. انا بعمل خزان صرف، وخزان الصرف ده انا بولد منه طاقه، لان في الطاقه البيولوجيه ان انا باجي مخلفات الصلبه بتاع الاستخدام الادمي بولد منها نوع من انت كده في يعني في الاسكان، انت بس مش بتاع الاسكان ده، كده كل التخصصات شغاله معاك. كل التخصصات مش لازم شغال. تبقى عندي رؤيه واضحه. يعني قضيه الطاقه دي هي شغلنا الشاغل. يعني زي ما قال المصريين، احنا عندنا النعمه بتاعه الشمس والمناخ ده. الخواجات يحبوا يأجروا الشمس بتاعتنا والارض بتاعتنا عشان يولدوا هذه. طب اسمح لي هنناقش هذه العناصر يعني بالتفصيل، ولكن ننتقل بالميكروفون للدكتور عاصم. يعني فيما يتعلق يعني نظرة كده، هل نبدأ من أول وجديد ونشوف يعني خريطة جديدة لمصر ونسيب الحال كما هو موجود بمشاكله وننطلق إلى يعني الصحراء وإلى آفاق جديدة، ولا نحاول نحل اللي موجود عندنا ونلصمه ونحله، وخاصة يعني موضوع العشوائيات؟ يعني كيف ترى النظرة المستقبلية ولأي المدرستين يعني تنتمي حضرتك؟ والله يعني أنا بنتمي لمدرسة مختلفة شوية. أنا مش شايف إن إحنا لازم نطلع بره، لأن أنا مش كاره الوادي ولا كاره التكدس اللي بيتكلموا عنه، ولا شايف إن فيه المشكلة مش ناتجة من الوادي. المشكلة ناتجة إن أنا ما فكرتش في الناس اللي عندي هسكنهم إزاي في المكان اللي ينفع يسكنوا فيه. فبدأ عشان ما فكرتش سكنوا بطريقة غلط. لو حضرتك فكرت في العشوائيات، هو الناس عملوا منطقة عشوائية لأنك ما عملت لهمش منطقة مخططة، مش لمجرد إن القاهرة متكدسة فتنشأ فيها عشوائيات. هو أنت عندك صحراء مترامية، ليه ما خططتش توسع القاهرة في الصحراء المجاورة للقاهرة، بدل ما تصر انك تروح 6 اكتوبر على بعد 30 كيلو وتكلفني المشوره وتعمل لي حوافز ضرائبيه وتبيع لي ارض باقل من التكلفه عشان تقنعني اروح، وفي الاخر اهي التحمت بالقاهره. يعني لو كنت بدل ما تبتدي من بعيد وتقرب بديت من قريب وبعدت حته حته، كنا بقينا كلنا سعداء وما محتاجاش دعم ولا حاجه خالص. دايما نتكلم عن الوادي وفي دماغنا القاهره. لو حضرتك رحت الصعيد يقول لك بيبني على الارض الزراعيه. ده الارض الزراعيه دي حاجه كنزه خالص، شريط ضيق خالص وماشي موازي لنهر النيل. ليه المدن بتمشي موازيه لنهر النيل؟ المدن لو مشيت عموديه على نهر النيل هتبقى كل امتدادها في الصحراء. عرضيه بعمودي على نهر النيل هتمتد في الصحراء. بلاش ابني لها كوبري عديها تعدي نهر النيل، بقينا في الصحراء الشرقيه. والمدينه هتروح باظه لوحدها، لا هتدفع فلوس ولا هتعمل دعم ولا مدينه جديده ولا تشغل نفسك بحاجه. لان طب اللي يوديه في الصحراء الشرقيه والغربيه؟ طب ولا ده احنا اتفقنا المرافق بقى، الميه والكهرباء. لا حضرتك بس خليني اكمل. انا مش ضد اروح الصحراء الشرقيه والغربيه، بس مش لاني كاره الوادي او تكدس. الوادي مش متكدس، الوادي بيتوسع بطريقه خاطئه. لو توسع بطريقه صحيحه، ما الوادي جنبه صحراء، ده احنا شريط ضيق وصحراء يمين صحراء شمال. ليه اتوسع في الارض الزراعيه وبعدين اشتكي ان انا باكل ارض؟ بتوسع في الصحراء الناحيه دي او الناحيه دي. لكن انا عايز اخرج بره الوادي، لانه في بره الوادي مناطق فيها ثروات
انا عايز استغلها، مش لاني كاره الوادي. يعني هي انا عايز ابص لنفس القضيه بس من منظور مختلف. مش انا عايز افجر الوادي واطرد الناس براه، انا مش كاره الوادي، ولو ما عنديش حاجه بره الوادي هقدر اعيش كويس في الوادي ده، اخططه صح والناس كلها تعيش مرتاحه. حتى القاهره ب 16 مليون و20 مليون و25 مليون، لو هناك داعي في موارد مطلوب لتوظيفها سكن هؤلاء الناس في المنطقه دي، انا استطيع اخطط القاهره بحيث تبقى 25 مليون واحل مشاكل المرور واسكن ناس سعداء بتكلفه اقل من ان انا اوديهم مدينه جديده. لو هنتكلم بشكل تكنيكال بقى على تكلفه انك تزرع بني ادم في منطقه جديده خالص اعلى بكتير، لانه هيتطلب منك معدلات اسكان مثلا اعلى. هو مستعد يسكن في شقه ان شاء الله اوضه وصاله بمنافع مشتركه بس في القاهره عشان تاخدوا اكتوبر ولا تاخدوا 10 رمضان. بس انت هتحل ازاي المشكله بتاعته بقى؟ يعني ازاي يتم تطوير وتحديث يعني المشاكل، يعني العيشه اللي هو عايشها وعدم وجود المرافق او موجوده مش بالشكل المناسب؟ ما هو حضرتك هتوديه بس انا بتكلم على حل الوادي. بتقول انا عايز حضرتك تفكر بشكل منطقي. انت عايز تاخده بره الوادي عشان تديله مرافق. هو المرافق دي موجوده بره الوادي ببلاش ولا هتعملها؟ هتعملها. طب ليه اخترت تعملها بره الوادي مش جوه الوادي؟ ده قرارك انت. اما الوادي في مناطق مش زراعيه لصيقه جدا بالوادي تقدر تديها مرافق، وهيقبل هو بمعدلات معيشيه وخدميه اقل بس هو في الوادي. لكن عشان تطلعه بره الوادي مش هيروح الا بانك تزود المعدلات فتزود التكلفه. انا مش هغامر بزياده التكلفه الا في حاله واحده، ان يكون في النقطه الجديده في منجم ذهب في منطقه استصلاح وفيها ميه ارتوازيه واثريه. انا هروح بس مش عشان انا زعلان من الوادي واخد الناس اقنعهم يسيبوا الوادي. انا رايح استغل المورد اللي هناك، وساعتها الناس هي اللي هتجري ورايا طلبا لوظائف العمل اللي اتخلقت هناك. المرافق طبعا البني ادم يلزمه مرافق، هتحطه هنا هتحطه هنا هتحطه هنا، هي المرافق لازم تحطها جنبه. حضرتك انا نقطتي وصلت. السياسه المدن الجديده يقول لك احنا بنبني مدن جديده عشان نغزو الصحراء. هي عدو. انا مش بغزو الصحراء. اذا كان في شيء ينفعني في الصحراء رايح اجيب منفعتي. انما مش سكن للسكن، ده لازم يبقى فيه منفعه زي ما اشار قبل كده الدكتور. لا انا شوف حضرتك التجمع الناس في حد ذاته بيخلق منافع. يعني اذا لم يكن هناك مورد اقتصادي في الارض في الصحراء دي راح استغله، فتجمع الناس القائم بيخلق لهم منافع لمجرد انهم عايشين مع بعض. الترزي بيعمل هدوم للمدرس والمدرس بيدرس لابن الترزي. فما تودينيش في الصحراء لانك عشان تقنعني اسيب التجمع الموجود اللي ليا فيه منافع واروح الصحراء عشان حضرتك بس كاره الوادي. لا انا مش كاره الوادي، والوادي مش ضيق. يعني ببص على الخريطه تلاقيه شكله انه سرسوب صغير، بس لما تركب القطر وتمشي هو الوادي مش ضيق. لو حضرتك خدت عربيه ومشيت عمودي على النيل، دي ظهرك للنيل ومشيت كده هتلاقي نفسك بتمشي كيلو 2 3 وبقت صحراء. بس زياده مليون كل سنه برضو يتقال عليه انه مش ضيق. ما هو الفكره ايه؟ انت ليه عايز تنطرهم بعيد عن اهلهم ومصادر رزقهم وعلاقاتهم والحته اللي اتربوا فيها؟ عندك سبب قوله لي. طب في تعقيبات سريعه للمهندس ابراهيم ودكتور مجدي نسمع. اتفضل. يعني مش هنختلف مع عاصم بيه، لانه احنا قبل ما اقول ان احنا ننتقل للرحاب الواسعه قلنا ان لازم نوجد لهم اسباب الحياه، وما احناش من دعاة ان احنا نبني ارض زراعيه اطلاقا ولا نعيش الناس او اطلعهم خارج الوادي في الصحراء. لا، احنا بنقول انه الشريط الضيق ده والمساحه اللي احنا وجدنا عليها يعني ضاقت باهلها فعلا. لا شك ان احد الاسباب هو التخطيط الخاطئ او عدم وجود تخطيط، واذا وجد تخطيط حقيقي في الاماكن اللي احنا فيها هتحل جزء من المشكله، لكن لن تحل المشكله كامله، ومش هتحل مشكله لاجيال قادمه. احنا بنتكلم كلام على ان انا بعمل خطط استراتيجيه لسنوات قادمه
50 سنة. أنا مش بقول أعمل خطة النهاردة الخطة 50 إن أنا هنقل ثم مش هنقل. المسألة ليست جبر، المسألة إنك أنت لو أوجدت المكان اللي يبقى جاذب لسكانه لأهله، هتجد الناس هي اللي هتروح المكان. احنا كنا في فترات سابقة كان المصري مرتبط بالأرض، مرتبط بالمكان. كانت كل الدول العربية اللي حوالينا بتهاجر وبتعمل في أوروبا وغير أوروبا، وكان الشعب المصري من الشعوب اللي بتميل لأنها يعني تعيش في المكان اللي اتولدت فيه. ثم جاءت المرحلة اللي بعد في الستينيات والسبعينات، وبعد ذلك الناس أخذت أنها لضيق برضو ذات اليد في مصر اضطرت تسافر وتعمل في دول الخليج، وبعضهم سافر أوروبا وغيره. فالمسألة بقت سفر الناس للاسترزاق بقت شيء طبيعي وسهل ويسير. من باب أولى بقى إذا أوجدت له المكان اللي فيه أسباب الحياة الكريمة هو اللي هينتقل ليه. إن أنا أعمل أمتد عمودي على النيل ده كلام عظيم جدا، وهو ده المجتمعات الجديدة اللي احنا بنتكلم عليها. إنما يبقى فيه أماكن الأرض فيها ميتها وأرض صالحة للزراعة، وأماكن فيها خامات في باطن الأرض، وأماكن ممكن يعني أحد المقترحات اللي تقدمنا بها أيضا في الدورة السابقة إن ليه ما يبقاش عندي إلى جانب القرى السياحية على البحر الأحمر وعلى البحر المتوسط في الساحل الشمالي، يبقى عندي في الصحراء اللي جنبها قرى صناعية. ليه ما يبقاش عندي قرى صناعية ومناطق صناعية؟ لو عملنا وزارة للثروة السمكية والثروة الحيوانية، وشوف كم العمالة اللي هتعمل، اللي هتصنع أدوات الصيد، واللي هتشتغل بالصيد، والصناعات اللي هتتبنى على هذه المهنة العظيمة. شوف ده هتسد الفجوة الغذائية، هتصدر للعالم، يعني هتوجد فرص عمل، هتوجد مجتمع صناعي بس يبعد عن القرى السياحية بالشكل اللي يعني يضمن عدم تشويهها، أو بالشكل الحضاري حسب أساتذة التخطيط وعلمائنا وخبرائنا اللي بيشتغلوا في هذا المجال. فالأفكار كثيرة. المية الصرف الصحي زي ما الدكتور مجدي قال، يعني احنا طالبنا بأنها تتعالج معالجة جزئية ويتعمل بها غابات شجرية، والحمد لله المعالجة الأولية دي وفعلا بدأوا بها في أسوان، وشفنا بعض الأماكن في زيارة ميدانية بدأت يبقى المراعي، وعندنا أماكن تصلح للراعي. أوجد مجتمع يعني أسباب الرزق تبقى موجودة، يبقى ممكن أسباب الحياة هتبقى موجودة، ممكن أعمل مجتمع اللي أنقل ليه. وإحنا يا عاصم بيه احنا علمونا واحنا لسه طلبة ان اصلاح شبكة صرف او شبكة مية اكثر كلفة من انشاء شبكة جديدة، لان المشاكل اللي بتقابلنا في معالجة هذه الشبكات في الاماكن اللي مكتظة بالاسلاك والكابلات والمواسير مزعج جدا. تعطيل المرور، ده قطع كابل تليفون الغرامة بتاعته الشيء الفلاني، جايز هنا قليلة لكن كانت في بره الخط كان ب1000 ريال. لو عندك 50 خط يبقى ب50,000، 100 خط ب100,000 مجرد. وإلى جانب التعطيل، إلى جانب المشاكل الكثيرة جدا اللي بيتكلف المنفذ أرقام، وبتكلف الشعب الساكنين نفسهم. فالنقلة للخارج ما هياش جبر زي ما قلت، ما هياش إنك هتاخد الناس غصب عنهم، إنما أنت لو أوجدت أسباب الحياة الناس هي اللي تنتقل. جميل. بكل أريحية. حضرتك قلت يعني الأساتذة التخطيط العمراني، دي أستاذ بالتخطيط العمراني هو وكيل اللجنة، كان ليه تعقيب برضه. اتفضل. يعني جميل إن الدكتور عاصم يقول إنه مدرسة مختلفة، وده حقيقي حاجة إيجابية وليست سلبية. السلبية كانت فين؟ إن إحنا كان التخطيط بيتم بقرار سياسي. الرئيس يركب الطيارة ومن فوق يقول هنا مدينة جديدة. يعني هي ده كان التخطيط بيتم كده، هنا ميتابولكوم الجديدة، هنا مش عارف ايه. يعني ده كان للأسف الشديد بدون أي دراسات. الهليكوبتر طيب وبعدين احنا حقيقي لا نكره، ما اتولدناش بنكره الوادي، لكن التخطيط السيء أوصلنا ان احنا نكره الوادي للأسف الشديد. يعني الدكتور عاصم ضرب مثل
أكتوبر اللي التحمت بالهرم وفيصل، لا في أسوأ من أكتوبر. ده 10 من رمضان، مش على بعد 30 كيلو، على بعد 60 كيلو. لكن نطلع بقى من مدينة نصر ومصر الجديدة هنلاقي ما كانش في الأول غير العبور و6 أكتوبر. هنطلع نلاقي النهضة، الحرفيين، السلام، جمعية اسمها ايه، أحمد عرابي، جمعية أحمد عرابي، بدر، الشروق، 10 من رمضان، كله التحم ببعضه. حتى إن طريق الإسماعيلية الصحراوي بقى أسوأ من شارع رمسيس، بقى أسوأ من، يعني تيجي من العبور للقاهرة الناس الحبل السري اللي بين القاهرة والعاشر من رمضان لم ينقطع. سواء العاشر من رمضان الزقازيق أو العاشر من رمضان القاهرة. الناس الصبح نازلة رايحة العاشر، آخر النهار راجعة من العاشر. من القاهرة العبور للقاهرة آخر النهار المسافة لا تتعدى 15-20 كيلو، تاخد 2.5 3 ساعات. طب وتقول لي أحب الوادي، طب أنا أحبه إزاي يعني؟ أحبه إزاي وأنا واخد 3 ساعات في الطريق؟ أنا لما ننطلق من بره الوادي، هو مش مفتاح كهرباء. مش هقول النهارده هوب يلا ننطلق ل 40% هننطلق، لا مش هننطلق. المسائل بتيجي، ده ياخد عمليه بروسيس ياخد 30-40 سنه، ما ياخدش يوم وليله. ولما نيجي مش هنعمل زي السيد الرئيس وهنقول هنا توجد مدينه جديده، لا زي ما قال الدكتور عاصم، ده هنا منجم دهب، طب يلا نعمل مجتمع حواليه. هنا بتاع خزان جوفي مليان بالميه، طب يلا نعمل تجمع حواليه. يبقى المشروع والتنميه هي اللي بتحركنا. السكني مع تقدير كل الكلام اللي تفضل بيه الدكتور عاصم بيوجد تنميه، بس ايه عباره عن ايه؟ يا تجاره يا خدمات، بس مش صناعه. يعني الناس بتخدم بعضها او بيتاجروا بينهم وبين بعضهم، لكن ده بندور الفلوس بيننا وبين بعض. لكن التنميه انا اظن هي دي اللي بتزود. صحيح في التجاره كام نص الرزق، وفي الروايه اكتر من هذا، لكن ايضا الصناعه لها اهميتها عشان نلاقي الحاجه اللي نتاجر فيها. الصناعه حتى من التجاره. انا حقيقي بقول الكلام اللي بيقوله الدكتور عاصم كلام مهم جدا. ان الوادي مكتظ، وانت عندك زي ما بيقولوا الظهير الصحراوي سواء في الشرق او في الغرب. الظهير الصحراوي هو حل مشكله ما هو قائم. ولكن افرض حد زي ما قال المهندس ابراهيم حب انه يروح بره الوادي، يتفضل يروح. انا ليه احبسه جوه؟ بحيث نعمل نوع من الخلخله للمدن المكتظه بشكل او باخر، سواء عن طريق الظهير الصحراوي اللي هيجمع هؤلاء الناس، او اللي هيروح مناطق التنميه الجديده اللي هيلاقي فيها خير جديد. اظن ان المسائل ما هيش متعارضه مع بعضها البعض، لكن كله بيكمل بعضه. المشكله في ايه؟ ان يجي القرار السياسي بعيدا عن الناس. التخطيط الان هو تخطيط بالمشاركه. التخطيط بالمشاركه يعني حتى العشوائيات، مين اللي قال ان احنا نزيل العشوائيات؟ انت لازم في عشوائيات عايزه تزال، في عشوائيات تستمر على ما هي عليه، مجرد بس قرار انك انت تدخلها في كردون التنظيم بتاعك. في العشوائيات عايزه تطوير. وبعدين لما انا اجي ابتدي بمشروعات، انا ابتدي بالمشروع الذي يدر اولا من ناحيه الامن القومي، مشروع الامن القومي اولا، ثم المشروعات التي تدر عائدا سريعا علشان اشغل بها المشروعات الاخرى اللي عايزه مرافق وصرف. يعني المشروع الواحد أنا أظن أنه هو تنمية محور قناة السويس كمحور للتجارة العالمية. ده بيجيب لنا 7-8 مليار، هو يقدر يجيب 200 مليار. احنا مش أقل من دبي استراتيجيا. قناة السويس ما هيش دبي بعيد ملا ومال، ليست على خط أو سنغافورة مثلا. نعم. يعني بدل ما يبقى فكرة اللي هو المحصل أو الكمساري ده، احنا عاملينها زي الله يبارك فيك، احنا عاملينها كارتة. قناة السويس عبارة عن كارتة، بوابة في الأول تحصيل رسوم، بوابة في الآخر تحصيل رسوم. 170 كيلو وقاعد تحت الشمسية بيحصل الفلوس. لا احنا نعمل بقى تنمية على امتداد العشرات الكيلومترات، صناعات خدمات وتسهيلات. ويجي لي الشاي سايل، اعمل له تعبئة وانقله
واعمل خطوط تنميه، خط سكه حديد رايح على افريقيا ورايح على السودان، مش هيبقى لازق في الوادي بقى، ده هيبقى على بعد 300 400 كيلو. ابعت لهم الشاي المعلب اللي جاي لنا من سيلان، بس ما يبقاش معلب. يعني انا اظن ممكن ان هو محور للتجاره يتحول الى منطقه تنميه. جميل. انتقل بقى، جميل قوي الكلام، اكثر من رائع. لكن الدكتور عاصم، يعني شوف وكيل اللجنه ورئيس اللجنه، يعني سبحان الله مشهد يعني يقول هم ملك الملك، يعني غير متوقع انه يحصل كده، ولكن اللي حصل كده وإرادة ربنا وإرادة الثوار، وهم في موقع المسؤولية وهذا العلم، وبيتكلموا عن الإرادة السياسية. فأنت يعني تطلب منهم إيه؟ أي العناصر يعني أولى بالاهتمام والتركيز عليها والبداية والانطلاق منها. وهنسمع الكلام. انا عايز اغير السؤال، عايز اغير السؤال بعد اذن حضرتك. اتفضل. الاراده السياسيه تخصهم. انا راجل فني، انا لا اصنع اراده سياسيه. انا اقول لصاحب القرار السياسي البدائل، مزايا كل بديل وعيوبه، يختار هو بناء على حسه السياسي، هو اللي عارف الناس عايزه ايه، وهو اللي قادر على تحريك الناس بعد كده ورا القرار اللي هناخده. انا راجل فني، فانا دوري ان انا اقول ممكن الحلول المطروحه 1 2 3، ده مزايا وعيوبه مزايا وعيوبه مزايا وعيوبه. بالنسبه لسعادتك كصانع قرار سياسي وحاسس بنبض الناس، انا هنا فني. لا، انت اللي دخلت مجلس الشعب، انا لو كنت دخلت مجلس الشعب كنت بقيت سياسي. بس انت حضرتك بتصير حاجه مهمه جدا. نفترض ان الراي الفني غير راي الجماهير. لا لحظه، اما دي مشكله دي برضه. انت بتبتدي بالراي الفني. البدايل التي لا تصلح فنيا يجب على القائد السياسي ان حتى لو الجماهير عايزاها يخاطبهم بالعقل ويقول لهم ما ينفعش فنيا، مضر. يعني ما يطلبه الجمهور ولا ما يطلبه لا. العلم. شوف، العلم دايما حتى في الفيزياء وحتى في الكيمياء بيقدم لك بدائل، بيقدم لك احتمالات، ما بيقدمش حل نادرا ما هتلاقي مسألة ليها حل واحد صارم، المشكلة دي حلها ده، يا تعمل كده. بس اسمح لي يعني، او عفوا يعني لو الجماهير ما شاركتش في صياغة البدائل يكون هذا المخطط فاشل. ما انا عايز اقول تمام. وانا بعمل البدائل ابقى قاعد معاهم علشان احط البدائل. العلماء دي قصه، المايك، الكلام في المايك. العلماء جزء من الجمهور. هي دي قصه موجوده عندنا في التكنيكس الفنيه الحديثه في كيف تصل للبدائل. انت ما تصلش البدائل بعيده عن الجمهور. تمام. بس انا كنت برد على السؤال، لو الجماهير ليها رغبه في حاجه علميا بعد التمحيص اتضح ان هي ما تصلحش كبديل، كلها عيوب ما لهاش مزايا، ده دور السياسي انه يقنعهم لا انتوا فاهمين غلط. لكن من ضمن البدائل اللي ليها مزايا وعيوب، كل بديل ليه مزايا غير الثاني، عيوبه غير الثاني، انا ما بختارلوش، انا بوضحهم بس. السياسي بعلاقته بجماهيره هو اللي بينقي واحد طبعا مش يعني ديكتاتور هيقول لي هو ده، بتفاعله هو مع الناس، بتفاعله. طب واحساسه بيه. ذكر يعني 10 عناصر اساسيه للمشكله الاسكانيه هنا او مشكله السكان في مصر، يعني اي تلك العناصر بقى حضرتك كفني ومهني شايف انها الاولى بالاهتمام بيها والتركيز عليها؟ ما فيش عنصر واحد اقدر اختاره واسيب الباقيين. يعني التنميه مهم جدا، بس على ما تيجي ثمار التنميه ايه، اموت يعني في العراء؟ مش هقدر. المرافق مهمة جدا بس تاخد وقتها، والموارد المطلوبة لاستكمال المرافق هاخدها من التنمية. تم ذكر عنصر التشريع، ده سهل بقى. التشريع ده هم بقى يقعدوا مع بعض واحنا بنقعد معاهم بالليل نقول لهم. دكتور مجدي في الميكروفون. عندي مقولة دايما بقولها، ليس بالقانون يحيى الإنسان. يعني انت تعمل لي تشريع وانت ما عندكش إمكانات. يعني انا ما عندي ازمه اسكان وعملت تشريع، مش هيحل المشكله. التشريع ينظم لكنه لا يحل المشكله. يعني لو اعتمدنا على التشريع فقط، عندك جزئيه مثلا القانون الجديد والقانون ماشي كويس، هيحل لي المشاكل بتاعه العقارات القديمه، العقارات الجديده، لكن مش هيعمل لي، ممكن يعمل لي تسهيلات للبعض المستثمرين تشجعهم على الاستثمار. يعني دي الحاجات اللي يقدر يعملها، لكن التشريع لوحده ما يعملش. لازم ان انا اشوف كل عناصر المشكله مع بعضها ونتوجها بالتشريع. لان اللي بيشرع لو ما هوش فاهم، لو ايده مش في الصناعه وما هوش في التكنولوجي
وما هوش فني ايضا وسياسي، انا اظن ان التشريع يبقى غير قابل للتطبيق. فهو كده فعلا ليس بالتشريع يحيى الانسان. طب المهندس ابراهيم ابو عوف، يعني دلوقتي احنا اتفقنا ان كل العناصر يعني مهمه واساسيه، وما ينفعش نركز على نقاط دون نقاط اخرى. حضرتك تتفق ولا شايف انه لا في نقاط اولى بالاهتمام والبدء لا، هو النظره الشامله ويعني ولازم في بعد نظر، ولازم اعرف ايه الامكانيات المتاحه عندي، والبدء يعني زي ما انا قلت في البدايه خالص، الاراده السياسيه مش اراده مجلس الشعب. الاراده السياسيه الجهاز التنفيذي اللي موجود. اذا لم يكن العناصر المعاونه لاي مدير هتساعده على النجاح مش هينجح. في اي شركه، في اي اداره، في اي جهه، في اي محافظه، في اي يعني حاكم ايا كان تغطيته وقدراته وجبروته، اذا ما كانش اللي حواليه هيساعدوه على النجاح مش هينجح. يعني اذا الحاكم نفسه هو محكوم باللي حواليه. انما المجلس دوره تشريعي ورقابي، نعم. وفي خلل عندنا في الفهم على فكره عند الكثيرين، وكنا بنعاني منها كثيرا من الناس. النهارده بتسائلنا كل يوم في كل حته، بقالكم عملتوا ايه؟ فكرك انت التنفيذي هو يعني. القضيه دلوقتي احنا عملنا ايه؟ هو ايه اللي في ايدك الان؟ شرع وتعالى وشوف وراقب. واللي موجود لقيته لم يستجب لهذا التشريع ولم يلتزم ولم يحافظ على المال العام ولا على الدستور ولا على القانون ولا على اللوائح. في دول العالم هتسحب الثقه منه وهيمشي. هنا لغايه دلوقتي صحيح مشت رؤوس النظام، لكن لسه الامور هتاخد وقتها. فالمساله ان لازم يبقى فيه القياده يبقى عندها يعني حس مسؤوليه عالي ووطنيه وحرص على ان مستقبل هذا الوطن العظيم. والعلماء والمتخصصين ده على طول معاهم لحظه بلحظه عشان يخططوا، وهم دول يبقوا العين البصيره والمشوره الصادقه اللي يقولوا للحاكم تعمل ايه. يبقى التخطيط بالنسبه للمجال اللي هنتكلم فيه، التخطيط اخطط صح. وما احناش مختلفين مع الدكتور عاصم على الاطلاق، لان هو الكلام ده صح. انا هطلع للصحراء وما يبقاش الصحراء المرميه في اطراف الدنيا. ما انا عايزه لازم انا لو قدرت اعمل توسع في مكان فيه بنيه تحتيه، يا قدرت اعمل توسع بعيد عن الارض الزراعيه، وانما مكان هروح وما فيهوش نقطه شرطه وما فيهوش عياده ولا مستشفى ولا مدرسه، لا افضل المكان اللي فيه يعني استغني او الاقي استغل بعض الحاجات الموجوده اللي تخليني اقل التكلفه واوجد التجمع السكاني باقل تكلفه. اذا دور مجلس الشعب في حل مشكله الاسكان هو دور تشريعي بتشرع ورقابي بتراقب اداء ده الحكومه. في الاسكان وغير الاسكان ده في كل. نعم. انا بتكلم يعني تحديدا، يعني لما حد يجي يكلمنا في يعني في مدى تنفيذ او تطبيق هذه العناصر، لا العناصر دي منوط بها تنفيذها المسؤول وزاره الاسكان والمرافق، مش احنا في مجلس الشعب زي الناس ما بيقولوا. ولذلك لابد ان يتوافق البرلمان والحكومه مع بعض. اذا كانت الحكومه هتبقى في وادي والبرلمان في وادي لا تستقيم الامور. طب الجزئيه دي عايزين نفهمها يعني شويه، لان فيها اختلاف. لا الاختلاف في هذه الجزئيه يقول لك ازاي انت يعني مثلا هتكون الحكومه وانت نفسك السلطه التشريعيه، وفي برضه فكر تاني لا ان هو لازم عشان انت تسالني بقى بجد انا اللي اشكل الحكومه وبعد كده يبقى مني السلطه التنفيذيه، فاستطيع ان انا يعني ايه يعني احمل يعني مسؤولياتي. فانت كيف ترى الصوره؟ لا هو الصوره يعني ربما ان هذا الطرح لم يكن واردا من قبل. هو اي حزب بيدخل في مجال العمل السياسي حزب عشان ينافس على السلطه، لا شك في هذا. لكن ليه الكلام اثير في الفتره الاخيره وما اتقالش من بدايه الثوره؟ لانه احنا صدمنا لما التقينا ان كل وزير في مكانه يعني بيصدر او بيجهز او بيصنع مشكلات للي جايين بعد كده. فالمنحنى المفروض كان بعد الثوره ان كان المنحنى صاعد، لكن اجد المنحنى هابط، واجد ان بنتنقل من السيء لاسوأ. لا ده انا اكسب النهارده يوم
احسن لي 100 مره. يعني انت بتمنع وقوع الكارثه، انت بتمنع تخريب خزينه الدوله، انت بتمنع حرق الارض، بتمنع تلغيم الارض اللي جاي بعدك. انا عايز والكرسي النهارده ليس مغنم وليس، يعني ده بالعكس، ده اللي يقبل اي مسؤوليه في هذا التوقيت فدائي، نقول له ربنا يوفقك، كان الله في عونك. قضيه المسؤوليه جسيمه جدا جدا جدا. البلد في مهب الريح. احنا يعني كنا في السابق بنقول للناس احنا رحنا على كفنا في ظل النظام الظالم المستبد اللي كان موجود سابقا، والآن بنقول لهم ينبغي أن تظل أرواحنا على أكفنا فداء لهذا الشعب العظيم. ليه؟ لأن الجو المحيط بك في الداخل والخارج ايه اللي بيحصل؟ ما الدنيا كانت بعد الثورة الأمور كانت أحسن من اليومين دول كويس أوي بعد الثورة مباشرة، لكن اللي حصل في بورسعيد ولا اللي حصل هنا ولا هنا ولا هنا، ولا السطو المسلح ولا قطع الطرق على الناس، ولا كلام بفعل فاعل. ولذلك ده اللي خلى الطرح الموجود حاليا، والطرح ما هوش من حزب، طرح من الجميع. وإذا في حكومة الآن تبقى حكومة يتوافق عليها الجميع، وينبغي أن الحمل ده يحمله كل أبناء هذا الوطن، تبقى فيه مصالحة شاملة بين كل أطياف الطيف السياسي الموجودين في مصر. يجب أنهم كلهم يشيلوا، لأن ده التوزيع مش توزيع مغانم، إنما هو توزيع هموم ومشاكل ومسؤوليات جسيمة. جميل. دكتور مجدي، في تعقيب ولا ننتقل إلى نقطة تالية؟ لا، في تعقيب بسيط. يعني هو صحيح المجلس الشعب هو دوره رقابي وتشريعي، لكنه أيضا يشارك في الخطط التنفيذية. إزاي؟ يعني الحكومة أنت أي حاجة بيبقى عندك خطة، وبعدين بتعمل خطة أخرى للتنفيذ، يعني خطة استراتيجية وخطة للتنفيذ. المجلس، الحكومة بتضع الخطط، المجلس يقر هذه الخطط، وإذا ما قررهاش بيرجعها تاني للحكومة لتعديلها وفقا لرؤية المجلس. فبيبقى دايما في نوع من الحوار والتناغم بينهم في إقرار الخطط. بعد ما تقرر الخطة يبقى الحكومة مسؤولة عن تنفيذها، والمجلس مسؤول عن مراقبة هذا التنفيذ. عشان بس أوضح العلاقة، يعني ليس رقابة وتشريع فقط، لكن بحكم الإعلان الدستوري والدستور المجلس الشعب بيقر السياسات والخطط بتاعة الجهات التنفيذية. دكتور عاصم اتفضل. الوجهة الفنية الصرفة يعني. يعني أنا الكلام اللي بيتقال ده كلام غريب جدا. احنا ما نعرفش دولة عندها انفصام شخصية وتنجح يبقى الجسم التشريعي له رؤية سياسية وله أهداف معينة، والجسم التنفيذي له رؤية تانية وأهداف تانية وبيختلف مع المشرعين. ده بيحط قانون عشان يحقق أهداف معينة، إنما المنفذ بيحط خطط عشان يحقق أهداف تانية. ده شعب. وبعدين يجي الشعب اللي بيعمل كده. اديني شعب عنده شيزوفرينيا، لما يختار نواب البرلمان يبقى يتجه يسارا، ولما يجي يختار الهيئة التنفيذية يقول لك لا أنا هتجه. مفيش. وأسوأ أوقات المجتمع الأمريكي، لأن الرئيس مش بيجي من البرلمان، الرئيس بينتخب مباشرة من الشعب. أسوأ أوقات النظام الأمريكي لما بتيجي رئيس جمهوري مع برلمان ديمقراطي أو برلمان جمهوري ورئيس ديمقراطي، أسوأ الأوقات. في العالم كله البرلمان هو اللي بيشكل الوزارة الأغلبية. مصر نفسها أنا ذلك متعجب، كأن احنا اخترعنا اختراع. ما كان في مصر نفسها الحزب الأغلبية بيشكل البرلمان، ده وضع طبيعي وتعودنا على كده، ومحدش قال قصدي البرلمان بشكل حكومة، وعمر ما حد اعترض. ولو تذكر حضرتك أزمة فبراير 42 منشأها الأساسي إنه قالوا للنحاس شكل حكومة ائتلافية، قال يا وفدية يا بلاش حصر القصر وحصرت المشكلة، لأنه الوفد كان بيبقى مصر يا الحكومة حكومة وفد وحكومة أغلبية يا بلاش. الوفد كان بياخد 80%، عمر ما حد قال له ان انت بتعمل كده ليه. الحرية والعدالة خد 47%، قال لك حزب وطني جديد. هو الحزب الوطني مش وحش عشان كان واخد أغلبية، وحش عشان كان حزب وحش، أقلية أغلبية حزب وحش. إنما في بلاد العالم كلها لما المجتمع بيفشل في إفراز حزب واحد أو جبهة من اتجاه متقارب يبقى لها أغلبية برلمانية، هذا المجتمع في أزمة. المجتمع اللي في أزمة مش السلطة اللي في أزمة، المجتمع اللي ملوش اتجاه محدد. لا أنا عايز أقول إن ده ما يؤخذش. يعني في وضع انتقالي احنا ممكن نعذر مجتمعنا لو ملوش اتجاه
محدد عشان في وضع انتقالي، لكن بقى له اتجاه محدد نقوم نقول له ايها المجتمع يا ذو الاتجاه المحدد انت خاطئ في هذا؟ لا، ده المجتمعات التي تعجز عن افراز برلمان اللي فيه اغلبيه واضحه دي مجتمعات المجتمع عنده مشكله، مش البرلمان عنده مشكله. جميل، يعني اشكركم شكرا جزيلا المهندس عاصم الفولي، مستثمر عقاري متخصص، الاستاذ الدكتور مجدي قرقر الاستاذ بكليه التخطيط العمراني جامعه القاهره ووكيل لجنه الاسكان بمجلس الشعب، المهندس ابراهيم ابو عوف رئيس لجنه الاسكان بمجلس الشعب. شكرا جزيلا لحضراتكم. شكرا لكم. أما أنتم مشاهدينا حتى نلتقي بحضراتكم بإذن الله في لقاءات قادمة. نشكركم جزيلا على حسن المتابعة، وهذا اللقاء وهذه السهرة من سهرات الصالون العلمي دارت حول مشكلة الإسكان في مصر، أبعاد هذه المشكلة وأهم ملامح الحلول أو الاقتراح بحلول. حتى نلتقي بحضراتكم ولقاءات قادمة. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.